بقول لك يا اخويا، عايزك في حاجه بعد اذنك. وادي التليفون يا عم، قول لي عايز ايه. بص، هو ابوك الله يرحمه خلاص الحمد لله، يعني دفناه ودفنته كانت زي الفل، الله يرحمه. دلوقتي عندنا بقى مشكله كده عايزين نحلها. ايه المشكلة؟ بص، الشقه دي المفروض تتباع ونشوف مصلحتنا. انا وانت نشوف مصلحتنا، يعني تقسم عليا انا وانت. تقسم عنها وانت ازاي؟ انت ناس اخوك وناس اختك. يا عم كده كده اختي اتجوزت، واخوك كده كده متجوز وشايف مصلحته وحياته، فبره عنه الكلام. انا وانت نتقاسم ونبيع الشقه، وانت تشوف مصلحتك وانا بالمره اشوف مصلحتي، ونكمل حياتنا. يا عم انت تشوف حياتك وتتجوز، وانا اشوف حياتي واتجوز. وحق اخوك ايه راح فين؟ هناكله؟ ايه يا عم، ده ابوك موصينا عليه، ده كان بيصرف علينا. انت نسيت هو كان بيعمل عشان ايه؟ مالك يا عم، في ايه؟ انت يا اللي عم- حاصل لك في ايه؟ يا عم كان بيعمل عشاننا ايه؟ ايه يا عم، انت ناسي لما كان بيدي ابوك فلوس؟ انت ناسي اخر مره دفع ابوك 20,000 جنيه في العمليه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله على السلامه. انت عامل ايه؟ الحمد لله. الله يديك الصحه. هو ايه ده؟ لا دي فلوس عملية ابوك اتحلت ان شاء الله، ربنا كرمك باذن الله. ايه يا اخويا اللي مضايقك؟ كانش حته موبايل. انت اخويا وحبيبي، مع اني عارف ان انت جاحد، بس برضك انا اخوك الكبير. احلى مسا عليك. يا عم ما تقولش كده يا عم، احنا لسه ولا ايه؟ انت مثلا لما وقف معاك انت وجاب لك هدوم عيد بدل المره مليون؟ انت ناسي لما اكلنا وشربنا ودفع لنا فلوس مدارس ودافع عننا واتخانق عشاننا وعمل كل حاجه؟ مالك؟ انا بعد الكلام اللي انا سمعته منك ده، انا حسيت نفسي ان انا صغير قوي. انا فعلا وحش قوي، انا صغرت في نظر نفسي، انا جاحد فعلا. انا اسف، انا اسف يا اخواتي، انا ماشي. شيل. انا ماشي. اصبر، احنا بنحبك، احنا اخوات.